طبيعتها وصدقها نابع من اسمها الصادقة بلا افتعال، نجمة قادرة أن تجعل من شخصيتها على الشاشة قريبة من قلبك وعقلك، وكأنها هي من صاغت حوارها بنفسها دون الاستعانة بحوار مكتوب. بخفة ظلها صنعت نجومية خاصة بيها، كوميديانة من الدرجة الأولى ومبدعة في كل أعمالها. حيوا معايا المبدعة التلقائية هالة صدقي. هو امتى آخر حد اتخانق عشانك؟ هو امتى آخر حد سأل عليكي وقال لك مالك أو عايزة إيه؟ امتى آخر حد فيهم سألني على عادل جوزي اللي مختفي ده بقاله سنة، مع إني أنا عندي مشاكل تكفيني، بس يمكن علشان أنا عمري ما دخلتهم في حياتي، أو يمكن عشان متعودة إن أنا عمري ما بشتكي. الفنانة المبدعة هالة صدقي. لا يا هالة، لازم تقولي كلمة يا هالة بالجاكيت الأحمر ده. ميري كريسمس. ميري كريسمس بقى. طبعا أنا بشكر دير جاست. زي ما قال عمرو، أهم حاجة إن إحنا اتجمعنا، إن إحنا بنسقف لبعض، إن إحنا بنشجع بعض، إن إحنا بنطبطب على بعض. وطبعا إحنا مش مجال غير هنا غير إن إحنا نفرح ونتبسط، لكن إحنا قوة كبيرة ومهمة في المجتمع. وإن شاء الله السنة الجاية، عشان ما أطولش عليكم عشان أنا عندي كاميرا 6 الصبح، إنه السنة الجاية إن شاء الله يا لميس، إن شاء الله يا نيلي، نحتفل بالسينما المصرية. ماشي يا أستاذة إسعاد؟ هنحتفل بعودة السينما المصرية الرائدة في الوطن العربي، في الوطن العربي، في الوطن العربي. شكرا. تحية للمبدعة هالة صدقي، جائزة الإبداع.